أهلا بيكم معانا. النهاردة هنتكلم في موضوع يهم ناس كتير قوي: الغثيان والقيء وقت الحمل. دي طبعا حاجة معروفة، يعني بتحصل كتير في الشهور الأولى بالذات. بس إمتى الموضوع ده يبقى محتاج وقفة واهتمام خاص؟ هنشوف مع بعض أهم الأسباب، الدرجات المختلفة، وإيه التعامل الصح معاها. تمام. هو ده الهدف فعلا، إننا نفهم أكتر ونعرف إمتى نقلق وإمتى لأ، وإيه العلامات اللي لو ظهرت يبقى لازم نروح للدكتور فورا. طيب نبدأ بالانتشار. قد إيه الموضوع ده يعني شائع فعلا؟ الكلام كله إنه بيحصل أكتر حاجة في أول 4 شهور. هو فعلا منتشر جدا، يعني بنتكلم في حوالي نص السيدات الحوامل، ممكن أكتر كمان، بيعانوا من غثيان أو قيء بدرجة معينة. نصهم؟ دي نسبة كبيرة. أيوة، خصوصا في أول 3 أو 4 شهور. بس المهم بقى زي ما قلت هو الشدة. معظم الحالات بتبقى يا إما بسيطة أو متوسطة، يعني ممكن شوية تغييرات في الأكل أو أدوية بسيطة تظبط الدنيا. لكن في نسبة تانية صحيح قليلة، حوالي 1% أو 2%، دول بقى بيعانوا من حالة أصعب شوية. اللي هي القيء المستعصي دي. بالظبط. الهايبر أميسيس جرافيديرم دي حالة شديدة قوي، القيء فيها مستمر لدرجة ممكن تعمل جفاف وفقدان وزن ومشاكل في الأملاح والمعادن، ودي غالبا بتحتاج دخول مستشفى عشان المحاليل والعلاج. 1 ل2% ممكن تبان قليلة، بس لو حسبناها على عدد الحوامل الإجمالي، لا طبعا مش قليلة خالص. طب إيه السبب أصلا؟ يعني ليه بيحصل كده؟ المصادم بتربطه بالهرمونات. مظبوط. السبب الأساسي يعني أو أقوى نظرية موجودة هو ارتفاع هرمون الحمل نفسه، ال HCG. الهرمون ده مستوياته بتزيد جامد وبسرعة قوي في أول أسابيع الحمل، وفي علاقة واضحة بين زيادة الهرمون ده وشدة الأعراض. وهنا بقى النقطة المهمة. يعني الهرمون ده مش بيفضل عالي طول الحمل، صح؟ لا طبعا، هو ليه فترة ذروة كده، يعني بيوصل لأعلى مستوى ليه تقريبا بين الأسبوع التاسع والأسبوع ال14، وبعد الفترة دي بيبدأ مستواه يستقر أو ممكن يقل شوية كمان. وده ماشي مع فكرة إن الأعراض بتتحسن بعد أول 3 شهور. بالظبط كده. أغلب الحالات فعلا بتبدأ الدنيا تهدى معاهم بعد الأسبوع ال14 تقريبا، الأعراض تخف بشكل ملحوظ. بس طبعا دي القاعدة العامة، يعني ممكن نلاقي حالات الأعراض مكملة معاها فترة أطول، وقتها بنحتاج نشوف لو في أسباب تانية. طيب، من ناحية الأم والجنين بقى، لو الأعراض شديدة قوي، إيه أكتر حاجة نقلق منها؟ بصي، لو الغثيان والقيء عاديين أو متوسطين، الجنين غالبا مش بيتأثر خالص، طالما الأم لسه قادرة تاكل وتشرب كويس إلى حد ما. القلق الأكبر في الحالات الشديدة اللي هي القيء المستعصي بيكون على صحة الأم نفسها الأول. الجفاف بقى والمشاكل دي. أيوة، الجفاف الشديد وسوء التغذية وفقدان الوزن الجامد واضطرابات الأملاح، كل دي ممكن تبقى خطيرة على الأم لو متلحقتش. وطبعا لو صحة الأم اتأثرت قوي، ده ممكن يأثر على البيئة اللي الجنين بينمو فيها. عشان كده المتابعة مهمة جدا جدا. متابعة الوزن والتحاليل والسونار وكده. بالظبط، نتابع وزن الأم، نعمل تحاليل بول ودم عشان نطمن مفيش جفاف أو لخبطة في الأملاح، وبالسونار نشوف نمو البيبي ونبضه، نطمن إن كله تمام. وفي نقطة تانية كانت في المصادر بتتكلم عن احتمالية وجود حساسية عند الأم. ممكن توضيح للنقطة دي؟ هي النقطة دي لسه محتاجة شغل أكتر بصراحة، بس في ملاحظات كده وأبحاث بتقول إن ممكن بعض السيدات يكون عندهم زي استعداد معين، يعني جسمهم بيتأثر أكتر بالتغيرات الهرمونية دي. ممكن تكون حساسية من هرمون ال HCG نفسه، أو ممكن تكون تغيرات مناعية معينة. يعني مش كل الستات زي بعض في رد فعلهم للهرمون ده. تمام، مش كل اللي عندهم نفس مستوى الهرمون بيعانوا بنفس الشدة، وده بيخلينا نفكر إن في عوامل تانية بتلعب دور. ممكن وراثة، ممكن الحساسية الفردية دي، بس زي ما بقولك لسه منطقة بحث. تمام. يبقى لو حبينا نلخص كده أهم النقط للي بيسمعونا: الغثيان والقيء دول طبيعي ومنتشر في أول الحمل. السبب غالبا هرموني، وبيوصل ذروته حوالين الأسبوع ال14. الأهم نعرف نفرق بين العادي والحالات الشديدة قوي اللي هي القيء المستعصي، ودي لازم تدخل طبي بسرعة عشان نحافظ على صحة الأم وبالتالي صحة الجنين. المتابعة هي المفتاح. بالظبط كده، وأهم حاجة فعلا إن حتى لو الأعراض دي شائعة، ما ينفعش نستهون بيها لو هي شديدة قوي ومأثرة على الحياة اليومية. لازم نتكلم مع الدكتور بصراحة وبوضوح.
لما بنكتشف القيء المستعصي بدري بنقدر نقدم الدعم والعلاج الصح في الوقت المناسب، وده بيفرق جدا في النتيجة النهائية للأم وللجنين. فعلا نقطة مهمة جدا. ويمكن النقطة اللي ممكن نفكر فيها بعد كلامنا ده هي التأثير النفسي كمان. يعني المصادر بتركز أكتر على الجسم والهرمونات، بس المعاناة اليومية من غثيان وقيء شديد حتى لو مش خطر على الحياة أكيد بتتعب نفسيا وبتقلل من جودة الحياة في فترة المفروض تكون حلوة. إزاي ممكن ندعم الأم نفسيا وعاطفيا في الوضع ده؟ ده سؤال مهم ممكن نتناوله أكتر، وياريت لو حد من اللي بيسمعونا مر بتجربة زي دي يشاركنا بيها.